بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم سنتكلم حول ما كان أو ما جرى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. كما تعلمون ونعلم، تأخر فتح مكة كثيرا. أهل مكة تأخر دخول في الإسلام عدة سنوات. الفتح مكة كان في العام 8 سنوات بعد الهجرة و13 سنة من الدعوة في مكة، يعني 21 سنة تأخر إسلامهم كثيرا. لذلك أراد النبي أو أحب أن يبقى في مكة عدة أيام يعلمهم أحكام الإسلام، خصوصا مكة سيكون أو كان قبلة الإسلام، فأهل مكة كانوا بحاجة أن يتعلموا الإسلام أكثر وكثيرا، حتى إذا قدم إليهم غيرهم من الناس يعلمهم أحكام الإسلام. فلذلك قضى النبي عدة أيام في مكة وهو يعلمهم أحكام الإسلام. هذا أولا. برايد عزيز أميرو بحثا وان كان روجك بيخنبر لمكة در باز كر پشت فتح مكة تشتك بيخنبر كر عليه الصلاة والسلام چند روزا مکه در باز که تقریبا 9 روزا که بلکه زیاتر اسلام جوارد کو، احکام اسلامی، حلال و حرام، دین خدا، اخلاق چیه، حلال چیه، حرام چیه. خصوصا ملت مکه درن کتن اسلامی. تدی پیغمبر 13 سال مکه ما 8 سالا جی کشته چو هات فتح مکه سال 80 چه بو 8 هجری. 13 سال لوی 8 سال ورد که چه قاسا 21 سال. عمر پیغمبریش 23 سال بوده به یعنی 21 سال وان انسان جی اسلام دور 21 سال احتیاجی که وان قال لك هبو كفعما اسلامي بكن اخلاق و تربیه و حکم حلال و حرام، جي ارکان اسلامي، جي واجبات اسلامي، جي حقوق تجارت، جي حقوق عائله، جي حقوق عباده، احتیاجی وان قال لك هبو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دویدا چند روزا در باز کرد، حلال و حرام، امر خدا و فرض و نهی، بیا حق بیا باطل، بیا راست بیا نراسته. خصوصا مکه جی و جمارا که گوند لیوان دا مابو ملت مکی جمارا کفره هیا وان ابو سفیان و ایسان و کوان کو تاخیر بون کتنا وانا اسلامی و قال لکی بابو کاله خو افتخار کرن ام وهانه وها. زمان دخواست کو قلب وان پاک ببه وی جمارانش قلیرانش قلب وان درکبه شرکانه درکبه و حلال و حرام خدا فهم بکن. یک آد دویا مكة قبلگاه أهل إسلامي نوصى قبلها، يعني أنا حتى أنا جا أورو حتى إيرو أم تشلوي لما بري خدن كعبة لما يشتكن أم تشن حج وعمرة لويتكن كاس كناتشيا جهة كادي إسطنبول مثلا بو بايتخت دولة عثمانية أم نتشل بي ما حج نكر، شام بو أبا أموي ما نتشل شامي حج نكر، عراق بو أبا عباسية كاس كناتشل بي حج وعمرة نكر هر لوي يعني جبروي احتياجي أهل مكة هر كاس زيترها بوكو حكم اسلامي فهم بكن حلال و حرام بزان من کا خودی چه امرت که چه نهید که. جبروی پیغمبر علیه الصلاة والسلام چند روز خوش لوی در باز کرد بشکل خبات که باش گو املور بنگها ایمان توحید الورا باوجن لورا کعبه الورا مالا خدا جه توحید الورا مالا یکمی قوتیا واکرنجی کعبه. جبروی پیغمبر چند روز خوی عول بده خوش در باز کرد لورا ایدی زان زمانی گلک در باز نبا کوره مکه زمان در باز که لبردا تمل خوی عول دو داوید او یک قسمت عول کو پیغمبر مکه دا سکنی چند روز خوی عول تشکی دیجی کرم انا ویجی بیجن. الامر الثاني الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، ارسل الصحابة الى اطراف مكة ليقوموا بهدم الاصنام الموجودة خارج مكة، خصوصا للقبائل. لكل قبيلة كان هناك صنم يعبدونه، فارسل النبي صحابته حتى يهدموا جميع هذه الأصنام المعبودة من غير الله عز وجل. فذهب الصحابة إلى هناك وإلى هناك وإلى هناك، فقضوا على جميع معالم الشرك والكفر في مكة وفي أطراف مكة بين القبائل. هذا الأمر الثاني الذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم لتطهير هذه البلاد من الشركيات ومن الوثنيات. كارو خباتا دويك پیغمبر كير مکه پاکش بو الحمدلله. مکه دا پوتولات نمان لات وزانه چه کردی پوتولات سنه من يعني لی در دور مکه قبیله عربه هبون لی دا جهر کی پوت کی وان هبو سنه مکه هبوش خار عبادت کرن. يعني چواک ایرو الهندستان هیکل پرن عبادت هر کیش تشتکی را عبادت کل وی وقت نو عربه داجی که شرک حاکم بو
اما هر کس کش خودش کی خدا کی چه کربونی خدا کی چه کربون حتی روایت صحابه بحث کی یک جوان حضرت عمر ادوی بریم چقدر عجیب بود نکابلیم که معقل بود یعنی ام چون سفر مشخاج خرما خدا کی چه کرد مدوگا بیا خدا ما یعنی و ام دريدا برچیدو ما خدای خود خوار یعنی این حساب بکلو برچیدو ما خدای خود خوار او قصا کو عقل کفر عقل کی پیس عقل کی جاهل و نظام بو ایجا پیغمبر صحابی خود چند گو هر نوا قبیله عرب دا وان صنم وان هیکل وان کو بصالها نعيش روجا کی بلکه 100 سال 200 سال جرا عبادت کرنا و کاهن کتنا لو سحر باز وان تدا چبونه و منجم وان چبونه صحابیاتشان گو هر وان خراب کم برا تعلمتك شرك و كفر لفان درا نمينه ایجا حتی روایتك هي دبي پیغمبر صحابی شان یک جوان حضرت خالده او گروبکی چن وی قومی هانه خواه وی هیکل تید بیجا دست نزیک نبن ها و نزیک ببن ابوه وده کمانجیز ودان زانی چونه وی مال وخراکه یعنی ازرار بده و دست خونت نکه حضرت خالد جوال خوراد وی امین کی حنکه کی خوب واناب کن دبي تشاوا دبي ازوا وبفر زانت شبري دبي بلنك مكلخ مكي واز اخبار فيش معدي از بيش ما المكت از نخوش كتم جاز بيجن جبانا ولا بلند كي على اساس صريخه وضابي حردي خاطرشت كي دبي شوم وانا جاهل نجا اسلام نكت دلوان دي مجوره نگو بني اول مره مروه بده يعني وان صنم مروه مال مروه خرات كن آگهدار خوبن ولا داوید سه حضرتی خالد رابط كانت في محيلة وقت تشكيو صاتنا تماشا كن رق ورق سريد خا والحاصل ذي حناك هانيش دويدات كن بفي شكل هاني مسلمان بأمر وفرمان پیغمبر عليه الصلاة والسلام وان هيكلا وان صنما وان لاتا وان يكو شرك وسنية كفر وضد التوحيد خديبون وي آخانه دا باقش كرن هذه كلمات توحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله بو حاكم لو اندرا حصل أمر لطيف هناك بعد فتح مكة أهل المدينة الأنصار الذين أتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم دخل في عقلهم شيء قالوا خلاص مكة فتحت وبعد ذلك سيعود النبي إلى أهله في مكة ويتركنا دخل الحزن على قلبهم فسمع النبي بهذا الكلام فجمعهم ونصحهم وقال لولا الهجرة لكنت من الأنصار ولكن أنا مهاجر لا أحب أن أرمي بثواب الهجرة ولكن المحيا محياكم والممات مماتكم سأعيش بينكم وسأموت بينكم فارتاحوا قالوا الحمد لله إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركنا سيعيش معنا هذا كذلك كان أمر مفرح لهم تشتكي خوشو خريب و چبو آجالی که داشی بالکش بو محزون بو پشتکو مکه فتح بو مسلمان کتن اسلام ملت مکه ملت مدینه کو پیغمبر را هاتن علیه الصلاة والسلام امجوانات بین چند بیجن انصار اوان کی دل وان شوتی اواش خوا لهف شون هاتن گویا پیغمبر وای ملتی بو مسلمان ملت مکه کت اسلامه و پیغمبر بجا جارا کادی از مال اختینم مکی همه چه بکن پیغمبر نامه درکت خلاص سبب پیغمبر هاتبو وان انسان ظالم بون ظلمه لیکرن نه مسلمانون ایرو بو نه مسلمان و پیغمبر جی تماشا کر قومی و اقربای وینه یعنی باجار ویه ولات ویه 53 سال عمر اخ در باز کرد بجا جارا کادی چه ولات خو اما چه بکن او دلیوان شوتی محزون بون شخوا دگرین بجن پیغمبر چو یعنی پیغمبر علیه الصلاة والسلام في خبر بيس وان طوب كر جوارم برا جوا تشتك وهاد بجد في ولا راسه يعني دروانك راسه تشتك ساكن الدل ماذا شبيه يا رسول خدا كنت هاريت مبتني الفرا بيلي پیغمبر انسانك وفادار بو عليه الصلاة والسلام گو نا اویا برا نيدلوه اگر نج هجرت بو نمره بگوت اجي انصاري ما لمن هجرت كريه از خيره هجرت خود نايلم يعني پیغمبر علیه الصلاة والسلام دقال پیغمبر بو بغراماج خیرت خواست دگو خیر جمراج لازمه روژا قیامته بلکه لحضور خدا لازم یا رب یا جبان تکر راسته تمکریه پیغمبر تا مقام دایم مجی وی تشترک کده وی خدمت هانه پیغمبر گو نج هجرت بونا من بگو تا اج جوامه لی ولا من هجرت کری از هجرت اخو برنادم اما قد مراقا نکن حیاتا بدناوا ودایه مرنا مجد ناوا ودایه
حياتا من دقلوة مرنا مش دقلوة قد مراقا نكن اجار اكادي نازفرن في ولاتهاني وقانون كي پیغمبر جهبو عليه الصلاة والسلام ندخوت صحابي وكي هجرت كرنا جار اكادي هرن ولاته دو نازفرن واجبون خدي كري حتى دمرن برالوي دوام بك يك صحابي كي بتاني زفري بو اوج نزفري د سفر داد حجه عمره دامر گو فقیر قابل شانس يعني پیغمبر بیا خافتن گو شانس يتنبو وكيدي پیغمبر توصيه ند كرنت گو نزفرن و هجرت كري اجبون خدا جي هجرت خو پوشمان نبن دوی جهان دا بسکنن افجي فضل شرفاكو خدا كر نصيب پیغمبر و خدا نصيب اهل مدينه پیغمبر گو قد مراقنا كن حياتا مدقلويه مرنا مش دقلويه از قد جوا دور ناكم از دقلويه بينم او قاسا وفاك خوش دقل پیغمبر هبو عليه الصلاة والسلام. هناك أمر بعض قادة أهل مكة دخلوا في الإسلام وإسلامهم لها كلام منهم عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة كان بطلا من أبطال قريش وأبوه كان رأس الكفر وكان النبي يقول فرعون أشد من فرعون موسى. هذا الشخص حينما دخل النبي دخل مكة هو لم يتحمل البقاء وهرب أراد أن يذهب إلى أماكن بعيدة يعني يركب البحر ويذهب إلى أفريقيا وأماكن أخرى. فزوجته دخلت الإسلام وأخذت الأمانة من النبي على أن يعفو عنه فلحقت به في جنب البحر وبعد ذلك أمنته. هو كان يحبها وهي كانت تحترمه كثيرا فهي أعطته الأمان بأن النبي قد عفى عنه بأنه لن يلمسه بالسوء. فأتى عكرمة مع زوجته إلى النبي أو مع الزوجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وله كلام مع النبي سنقول بعد قليل إن شاء الله. تشتكي دنيا بيجن كان حبج جراجر بكردين زانش ده جراجر مازن يعني جراجر مكة هناك جوان رافيان شون تحمل نكرن ترسيان قبل كي پیغمبر ما بوجه وهناك جوان جي پیغمبر فرمانه كشنا وان در نخس بوله پرياكو كيمانيه وان هبون بر نيارتي باسلامي را قربون ما تقول اي ما بوجن يعني تقول عافيه ما تدل لو ما قرا ابو جهل لو حسابك قرا ابو جهل يعني عكرمه شو قصا خرابي بابي دا اسلامي ياك جوان عكرمه جناوي هات بو مسلمان ش پیغمبر گو يا رسول خدا ولا عكرمه شو راضيه ترساك تو يبوكشي هم تخوازن تو يعفو بكي پیغمبر قوم يعفو كر قوت امانه دديه قوم الامانه دايكي هر ظلام يخبينه وي امانه دايكي ابجنا هانه كاسكي دوي رويا تانك دا كاسكي مروارا ناجانا حبكي خدمت شي ويهبو خدمت كاركي وانا بو قد قال من ورا ابتن ظلامك بتوله دا نتش ورا از هرم ظلام يخبينه حكايه بشكي بتفصيلي جوار بفرا بيجم دقال شو خدمت دبك غلاما روميا يعني ياكي نعربو دني في ريدا دبيجا ابي ظلامه تخص دست خود درجه جن كيف يعني باخلاقي بيرابك جنك جيب عاقل بو دغوت هاي كي دي جمع دارن بش كي دي عجله فردا ويدا جنك تسليم ناكل زانر بشرج نكار بي ظلامه هاني حتى كو كيشتن هوا قومك عرب قندك عرب قفالتن اليكاري جوان خاص گوي باخلاق تخص دست خود درجه بك والله جاميرا ميربون خاطر وي ظلامه گرتن دست ونيگي گرتن گو دبرابيال جمع با قاچم ظلامه ختينم شو كيش ظلامي خو شو ظلامي خو البار بحريه بيكيرا بازارا كو ابچقا صايبه بدر باس بك اب خوي گميه هانه جيبي باخيره بين گمي زانش نه كشتي يعني خوي مسلمانه خرود بيت كدا شي دبيت خلاص بس خلاص كم شو خلاص ببم ببم مسلمان ازت بلاش ببم يا ابي ادبش كون اسلامي رافيامه ادنا خاص ببم مسلمان يعني تشب مسلمان يا ادبت بلاش تبم مسلمان استببم بازار تكن حفتو حشت كردي من حفتو حشت بازار تكن جنكتك يجيك والحاصل جنك فردا ويدا بقربانه تب حيرانه تب وصانك والله محمد انسان كي باشا فردا ويدا حتى كنا نرم دبي ده هذا بزفرنتي دبي والله حاله مسلكي وخلامي ما داس ياخذ درجه مكر دبي الكي كافر بينهم مستوري حسور دبي فلان جي تي وليدك جا دبي باخلاقي غير ورا كشتن دريد هيجا عكرمت خو ظهر جم جنا خود بنال وبسقنا ريت ظلام من يا ما نبي عجب كما از ما مسلمان هيجا كافري چت دكاري داس خب دي من فرداوي دا دبي بزورناك ولكن يعني بتخوازب كيف خوشيت بنا از مسلمان انت كافري ت حرامي جمرا
الله عكرمة بيجا أزدها عجيب مان جنا من بري نوهابو بري ما بقول تاشد كو كرمك إيرو جنا مش مراد بيجا ناده ما كي أفتشت بكاتيا دلي في جناني تشتكي برمازنه طبعا إجا دمك عكرمته إجا ناتيا بيغمبر عليه الصلاة والسلام صحابيا را كلامك مشهور بيجا سأقرأ لكم بعض كلمات النبي حول عكرمة وبدون الشرع والكلمة بكلمات بالعربية بيغمبر بيجا سيأتيكم عكرمة ابن أبي جهل مؤمنا مهاجرا فلا تسبوا أباه فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يبلغ الميت وما هو إلا قليل حتى وصل عكرمة وزوجته إلى حيث يجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم دبي بيغمبر صحابي را رونشتي المكيغو عندك ما عكرمة ورا هجانات يا كسكي نديتيا يعني بيغمبر جانا ربي عالمي پردارات کرد ديت كرامات ومعجزة أفن يعني يقول عكرمة ورا مسلمان ورا إيمان ورا مهاجر ورا أما آگهدار بن قالوا صحابيا جبابي خبر ندن أخلاقك كيش بير بانكن قالوا جماعة إما امو شخص کی تشکی چه بابی ترازیله یا بابی مرد شو تمش باب بردن از هاتمه کالت اوها کر بابیرت اوها بو ازم باب چو جی خبر ندن پیغمبر دبیجه بابی خبر ندن چو ها ابو جهل مر دفتر ابو جهل و نکن والجميع بيجن لعنات لابو جهل بو ابو جهل وها زرار ناقي جا ابو جهل دبي خبردانا ويا خراب زرار ناقي نمري إنسان ساخ بعاجز تبن إنسان ساخ كله يبي يعني خدش ورازي بابا ما الحمد لله مسلمان بابا ما كافر بونا يكي بيجا كافر يا كافر شكون كافر شو دفتر يهاد قرتن دلي مد شوتر ودلي مد منا يعني بابا ما متخصص بونا مسلمان نبو مسلمان مثال يعني پیغمبر في كلمة بيجا سب الميت فإن سب الميت يؤذي الحي ولا يصل الميت ولا يبلغ الميت يعني إنسان ساخ بعاجز تبه لزرارة يناقي جمري شد كيف بريكا ومرابن فين تشتهاني بيجن آقه داري خبن فان تشتي خراب نبيجن دبي وقت يقولي فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وثب إليه أو وثب إليه من غير رضاء فرحب به جواب پیغمبر يدي اما رابو بيقوت بخير هاتي اوقا كيفا پیغمبر هات پیغمبر حکیم و دکترکی پرمازم قلب انسان زانو جوهر وان چیه پیغمبر زانو کی برخه کی برانه بکردید بجن کی برخه کی زانو چمرن يعني كيف پیغمبر قال لك وطب خيراتي ورهات وهر حاصل عكرمه هات عكرمه هيجا نبي مسلمان دبي فوقف على النبي او بين يديه وقال يا محمد ها خبرداني يا محمد ان ام حكيم نابجنا ام حكيم اخبرتني انك امتنني أي أعطتني الأمانة أمانتي قول جند بيجات أمانتي دائما قول بيخمبر قول فقال النبي صدقت فأنت آمن جن راس بيجم من أمانتي دائما استناقجم دبي عكرمة جارة قاديجة برسيقو إلى ما تدعو يعني وكا كوجا نوع عكرمة خورا بيها هاي وجي إسلامتنا قول أنا دعواتها تشيه تدبيجي تشج ما رجع بيجا إلى ما تدعو يا محمد هيجا يجدبي محمد نبي رسول خدا دعواتها تشيه أنا أفقير قيرات أتشيات دعوة كلمتك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله وأن تقيم صلاة وتؤتي الزكاة حتى ذكر جميع أركان الإسلام دبي أنا بيخمبر قو أز بانا من غازي كرنا من دعوة من أول وقت بيجي خدي يكا أوتي يعني محمد بيخمبر خديت إمام خدي بين اللي ما يجبكي روجي بيقري زكاة وحج طبعا بكي فقال عكرمة والله ما دعوت إلا إلى الحق والله تشتكي خرابنا بيجي تشتكي تدبيجي تب حق يعني خديك لما يجوا طاعات فانا أون وما أمرت إلا بخير والله تشتكي تدبيجي يعني بيخمرين كدريش كر أمري بتشتكي بخيرتك تشتكي خراب نقوت يا ثم أردف يقول دريش كر قد كنت فينا والله قبل أن تدعو إلى ما دعوت إليه وأنت أصدقنا حديثا وأبرنا برا والله يقول يا رسول الله يا محمد بريا كتبي بيخمبر جدنا ماذا أنا أبي محترم تبوي والله يعني بني هيدي دليل درتين يعني قو والله بريا كتبي أس بيخمبر وقت تدي جينجا و15 سال و20 سال و30 سال في وقت يجي أن محترم ما تبوي أن إنسانك راس خبرتك تيسا تبوي يعني جبري حتى يرتو إنسانك راسه محترم بوي والله دس ياخد ريشك فبسط النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله مسلمان ثم قال يا رسول الله علمني خيرا
پیغمبر را گفت تشتکی بخیر بجه، پیغمبر گفت شهادت لا اله الا الله. داویه تماشا کن. دبيب عكرمة قال عكرمة ثم ماذا قال رسول تقول أشهد الله وأشهد من حضر أني مسلم مجاهد مهاجر. پیغمبر بيجي راقو عكرمة قو يا رسول الله خدا وكيدي تشج مراد بيجي قو بيجي از خودت كم شاهد وان مسلمان اتف شاهد بن از مسلمانم از مؤمنم از مهاجرم و از مجاهدم. مهاجر وزانه چنه اك هجرت کن، مجاهد اوك جهاد کن، از جهاد بكم، از هر جهاد بكم حتى كو ادمرم. داوية پیغمبر جرا قو عكرمة جمرا بيجي لا تسألني او فقال اليوم لا تسألني شيء أعطيه أحدا إلا أعطيتك إياه. دبي پیغمبر قو بيجا تيرو تشد خوازي تشتيكم دايا ملتا زبدم تجي تشد خوازي بيجا زبدم تا. تماشاك عكرمة تش پیغمبر خواست. قو إني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتكها أو مقام لقيتك فيه أو كلام قلته في وجهك أو غيبتك. ويا رسول خدا اتخوازم تو دعا بكي خدا گناه من عفو بك كي جا گناه او گناهكم نيارتي بترا كريه او گناهكم بترا شر كريه او گناه خبردانكم من اشترا قوتيه چل برتا چل پشته يعني چب كرين چب خبردان چل كريه دعا بكي خدا من عفو بك. دبي پیغمبر قال اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها وكل مسير سار فيه الى موضع يريد به اطفاء نورك واغفر له ما نال من عرضي في وجهي او انا غائب عنه. قو يا ربي نيارتيكم مرا كريت يعفو بكي نيارتيكم ترى كريت يعفو بكي هر جيكو تشي جبون الهمبر تشار بك تويجي عفو بكي ويخربيك تشكريه هر خبردانا كجمرا قوتي تويجي عفو بكي يا ربي من يعفو كر دفتراوي باكر. وان حاصل دبي فتهلل وجهه عكرمة وكيف يهات عكرمة وصا كيف كير واما والله يا رسول الله اجا عكرمة دبي والله لا أدع نفقة كنت أنفقتها في صد عن سبيل إلا أنفقت ضعفها في سبيل الله. ويا رسول خدا والله هر قرشك يكون بريم دابل كل همبر إسلام شهر بكم إيرو از دقاتي يجبون خدا بدم إيجا هر قرشك مدابه إيرو از جبون خدا بدم. ولا قتالا قاتلته صدا عن سبيل الله إلا قاتلت ضعفه في هر شركيكم الهمبر خدا كريه از إيرو تجارة جبون خدا شهر بكم. وارحاصل كلام عكرمة هنا ومضت الأيام وأصبح مهاجرا مسافرا يجاهد في سبيل الله عبادا يقرأ القرآن. يدي بو إنسانك عابد بو مجاهد دركت جهاده يدي تشتكي وي داوي أجوارا بيجم تدي جارنا أم قرآن باشت كنيا دليل ما أرماسن كتشهدنا مع القرآن باش كرنا عكرمة عكرمة شد كر دبي قرآن باشت كر أوادا سرچاوي خو تقول كتاب ربي كلام ربي وهو يبكي من خشية الله. قرآن باش كده سر شعبي خو ده سر سري خو. عكرمة هكذا كان يعمل يقبل القرآن يبكي ويضع على رأسه ويقول كتاب ربي كلام ربي هكذا. انظر من عدو الله أصبح إلى مجاهد في سبيل الله. شو قصة إسلام باك بود قريا قرآن باش كده سر سري خو قوتنا خدای منه دگو کتاب رب منه او جدور كتنا بي كلمه دگو از جدور كتم يعني. وان حاصل كلام عمرك دريج نبو شهيد كت جدريا اسلام ده يعني الآلي شامي حتى وقتك شهاد شهيد كت صحابه بيجن والله هر مسلمان وان درم تف من نتاري عكرمنا يعني ام من نتاري منه شركي برمازنا مسلمان كتن طنقاي الله اعلم يرموك از غلط نبم يعني مسلمان هيدي باري وان برقرانه يعني قدن هيدي عكرمة دبي او ميري كسوزي حتى مرنه دا من هيد فردا اما يشاربكنا حتى وكام دمرن دحب ابي يجي هبونا او جي اوقات زمان كده حبسا برارزي خدا بون بش براي ابو جهل بون قلت ممكن روح حبسه المكي دبي برارزي امهن اشترى برارزي زانتنا برازا ورن ماما ورن ام جهاد بكن حتى دمرن تقريبا صد حبيه واكنو خيان هف وبهبرة شاركرن حتى دبي خالد قو عكرمة تجمرة لازمي لو تشما قضابي كشتني عكرمة بقو خالد بسكنة تبريا بوي مسلمان خيري تابرن از درنگ بو ما مسلمان خيري من كيمن من پیغمبر جهاد نكري بيلن از جهادك چیز من هات از بكم
بخير جهاد وان جروب يك عكرمة مسلمان دويدا ترسي خس نوادل وان نيارا او مسلمان بسركت خدای جوان تبا راضي به ان شاء الله جيوان جنت به خدای مجرى وان دور نخينا ان شاء الله. هذا كان مختصر الكلام حول ما جرى معهم، ورضي الله عن الجميع الصحابة ورزقنا السير في طريقهم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.